روتين ما قبل الشاور بتاعي هو من اكتر الحاجات اللي مخليه شعري ماسك نفسه لحد دلوقتي، علشان طبعا انا ببهدله كتير قوي معايا. يلا نعمل روتين ما قبل الشاور. اول حاجه طبعا هحطها على فروه راسي الفوليكل بوستر، وده انا بستخدمه علشان عايزه اتقل واطول شعري. هو بيعمل كده فعلا زي ما انتم شايفين. بحطه على الفروه كلها وبركز اكتر على الاماكن اللي كان فيها فراغات. بيخلص وعايزين نشتري واحد غيره. بيتحط على الفروه بس ما بيتحطش على الشعر. اقلب شعري وبعمل مساج من 3 ل 5 دقايق، وده طبعا علشان نجري الدم في دماغنا. اخر مره كنت عامله شعري هجيب اكتر هير ماسك بيرطب عندي، وهو الهير ماسك ده من فيفلين. مش بس كده، هحط عليه كمان زيت ارجان. الكومبو ده كفيل انه يرطب انشف شعر في الدنيا. اللي شعري شويه هاخد شويه محترمين من الهير ماسك احطه في الغطا، احط فوق بقى شويه محترمين من زيت الارجان. هنميكس بقى كل ده مع بعض، يعني كده بصوا اكسترا ترطيب. ده بقى ايه، احطه على شعري كله. لازم نركز على الاطراف عشان ده اكتر مكان بينشف في الشعر. نفس الكلام بالظبط الناحيه التانية. حاسه اني شامه ريحه شياط في شعري. هسيب كل ده على شعري لمده ساعه، وفي الشاور هستخدم شامبو بلسم بس. الفوليكل بوستر وزيت الارجان من رو افريكان، والهير ماسك من فيفلين. عندي ديسكاونت كود عند الاتنين روناتين بيديلكم خصم 10%. ودي طريقتي لمحاربه الجفاف وعمايلي السودا في شعري.